لكن أريد أن أعلق على هذه الآية الكريمة ب4 تعليقات للاختصار. التعليق الأول أن الآية الكريمة لم تذكر الشرك، وليس فيها ظهور على موضوع الشرك، بل قالت الآية بشكل واضح وصريح: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وليس مع الله. شوف اكو آيات مثلا تقول الذين، ما معناه أنهم يدعون مع الله إلها آخر، دول مشركين. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، دول مشركين. اكو الله واكو شيء ثاني. لكنه في هذه الآية الكريمة لم يتحدث الحق سبحانه وتعالى عن الشرك إطلاقا، وإنما تحدث عن الكفر والجحود بالله جل جلاله. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وكذا اتخذوا المسيح عليه السلام أيضا إلها من دون الله. شوف، المسيحيين عدة مذاهب طبعا. مذهب من المذاهب يعتقد بأن المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام هو ابن الله، ومذهب آخر يعتبره الإله المتجسد، ومذهب آخر لا يعتبر عبد من عبيد الله وهو نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى، وكلمته ألقاها إلى مريم. موضع الشاهد على أن الآية الكريمة لا تتحدث عن الشرك إطلاقا، وليس فيها أي ظهور لا لغوي ولا عرفي في الإشارة إلى الشرك، وإنما تتحدث عن الجحود والإلحاد، أي أنهم أزالوا الله سبحانه وتعالى ووضعوا بدلا عن أحبارهم ورهبانهم والمسيح عليه السلام. إذن هذه الملاحظة الأولى. هذه الآية لا تختص بالشرك الخفي، وإنما تختص بالجحود الجلي وليس الخفي. لأنه احنا لماذا ننزله منزلة الخفاء مع أنه المسألة واضحة؟ إنما قالوا، شوف الفرق الجوهري، هذه ينبغي أن تنتبهوا إلى هذه النكتة، على أن الشرك الجلي لماذا سمي جليا، والشرك الخفي لماذا سمي خفيا؟ لأن المشرك به أو الشريك، خلينا نسميه شريك الباري المفترض، إذا كان في الجلاء والوضوح والخارج صار الشرك جليا، واضح. وإذا كان المشرك به أو شريك الباري سبحانه وتعالى في باطن الإنسان أصبح الشرك خفيا. شوف، إذن هذه كنا ننتبه للعبارة. وبمعنى أصح لنغير هذا اللفظ، لنقول بأن هناك شرك ظاهر وهناك شرك باطن، أو لنعبر بمعنى آخر، هناك شرك مادي ظاهري وهناك شرك معنوي باطني. زين، هذه الآية إذن تحدثت عن شنو؟ تحدثت عن الجحود الجلي الواضح، وليس من المعقول ولا من الإنصاف اللغوي لو جاز التعبير أن نصف هذه الآية بأنها تتحدث عن الشرك الخفي. لا، أنا أقول بأنها تتحدث أولا ليس عن الشرك، وثانيا ليس عن الخفي، وإنما تتحدث عن الجحود الجلي بقرينة الآية الكريمة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وليس مع الله. هذه انتبه للعبارة. إذن